بسم الله الرحمن الرحيم. من مدينة السخنة، جمهورية مصر العربية. معاكم المهندس عبد الخالق يحيى. النهاردة معانا نجاح أشجار البونسيانة من البذور، الأشجار الصالحة لزراعتها في المناطق الحارة والدول العربية والمناطق الساحلية لتحملها لدرجات الملوحة والحرارة العالية، ولا تحتاج لكثير من الاعتناء. أمرتها قليلة، أزهارها رائعة، أزهارها حمراء وصفراء، ولكن المنتشر منها هو الأحمر. نسبة الإنبات عالية جدا، طبعا تكاد تكون 100%، لأن في بذور أنبتت ولكن حصل لها نوع من التقصف. هل ده ممكن يكون من النقل العام للبذور؟ طبعا الجزئية دي لسه مزروعة، لسه هتنبت، لأنها دي مزروعة قبل دي. فأنا بنصح الناس كلها تزرع الشجرة دي. طبعا طريقة زراعتها سهلة جدا. العملية كلها بتعتمد إن أنت البذور لها سمكات عالية جدا، فالإنبات بتاعها صعب، فبتحتاج يا معاملة بأحماض مخففة عشان نكسر القشرة، أو إن احنا نستخدم مية مغلية عشان تساعد في تفكيك سماكة القشرة وإنها تمتص المية وتنبت، أو نعمل لها خدش ميكانيكي، وده بيكون من منطقة إنبات الجذر والساق. بتعمل لها نظام احتكاك كده في صنفرة، بحيث انها، ولكن ده كله يمكن صعب للناس العادية، وهو الاسهل ان انت تستخدم ميه مغلية. انت لو استخدمت ميه مغلية لدرجة الغليان، وبعد ما تغلي حطيت فيها البذور ونقعتها لتاني يوم الصبح وزرعتها، ان شاء الله بتنبت. اهم حاجة ان التربة يكون فيها ميه. شكر جدا تواجدكم معايا على القناة.